ايه ده؟ الشاي ما فيهوش سكر، ما فيش ولا معلقه. انا كنت اول ما الصبح بشرب شاي وصديقتي يعني بتبقى متطوعه انها تجيبهولي، وقفنا شويه ان انا بقول لها ما فيش ولا معلقه سكر. مروه فيه، نقعد شويه، لا في سكر يا ستي، ما فيش، انا من الدنيا مرار، مش ممكن. انت عارفه مروه السكر، ازمه السكر دلوقتي في البلد يا ستي، انا ماليش دعوه، انا عايزه اشرب الكوبايه بتاعتي. طب انت عارفه يا مروه ان السكر ممكن يسبب حاجات كتيره جدا؟ ما علينا، ما فيهوش سكر، لا في سكر. قعدنا في نقاش كتير بنتكلم انه يعني دخلنا في ازمه اقتصاديه، دخلنا ان السكر مهم جدا لتحليه الحياه. ندخل كده وندخل كده، وفي الاخر انا مش عارفه اشرب الكوبايه بتاعتي. طيب موضوع بسيط جدا. طب بصي يا مروه تحت، مش هبص، انا حاسه ان هو مرار وانا بقول لك ان هو فيه سكر. طيب لغايه ما احنا يعني ممكن نقعد كده لغايه ربع ساعه، لغايه ما يوصل في الاخر ان يجي لنا سمير عزيز. طب يا مروه معلش انا ممكن اقترح عليكي حاجه؟ قلت له اتفضل. قال لي ممكن اقترح عليكي معلقه، ايه رايك؟ ونقلب كده ونعيش. يا سلام، وانت اللي هتجيب التايهه، ما انا حاسه ان هو ما فيهوش سكر، وهي الثانيه ترد عليه. انا فطبعا احنا الصبح في مكتب صغير كده ومعانا زميلنا، حرام عليك وجبتوا لي صداع مش ممكن. بيعاني بقى من احنا الاثنين، وواقف في النص واحنا نغمي النقاش عادي جدا يعني. وانت ايش دخلك وايش حشرك، وده حوار بنات، بنبقى في حوار ميت. مروه طب من فضلك جربي حطي المعلقه في الكوبايه. وفعلا لما قلبت يا جماعه كان المشكله فعلا ان السكر ما تقلبش. فلما بصيت في حياتي كلها انه في حاجات كتير جدا انا ما بقلبهاش زي السكر كده عشان اوصل في الاخر انها ممكن تعدي، وانه لما املاني سكر جوايا اكيد الدنيا هتختلف. فقلب سكرك اللي جواك. شكرا.